قطري 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 قطري، لأن الريان إن حل ثانيا سيقابل الأخوية، سيقابل الأخوية، وسيكون لقاء قطري قطري في الدور 16. هذه كرة تلعب الآن، هذا ميليسي جميلة كانت وللأمام، وهذه خطيرة، فرصة للأمام وفرصة جول، جول للهلال. الهلال يسجل ويتقدم، الزعيم السعودي يسجل ويتقدم، والهدف بالفعل ياتي بلمسة لمسة للهلال، تقدم للأمام ميليسي. نعم نيكولا ميليسي، بدأت من العابد ثم نفس اللاعب ثم عمر خريبين، تابعها نواف العابد، والمتابعة كانت الأخيرة من ميليسي. يأتي الآن ويسجل في الكرة الماضية، المتابعة كانت عمر باري، قدم ما يمكن أن يقدمه، فعل ما يمكن أن يفعله، لكن الكرة سقطت أمام نيكولاس ميليسي لاعب الأورغواي، لاعب دانوبيو سابقا، وبالتالي قليل الأهداف في الدوري، لكنه يسجل الآن. وهنا الموج الأزرق، هنا الموج الأزرق، هنا طبعا، وهذا ياسر القحطاني، هنا شيء لا شك فيه. هذا الهدف وهذه الفرحة السعودية الهلالية الآن تأتي، وبعد ذلك طبعا فقد الكرة، وصلت للزوري، وزوري جاء بالعرضية، والعرضية كانت بعد ذلك بالتسديدة من جانب إدواردو. الصيحات المدرجات والعمل الكبير في الشوط الثاني، ومرت 10 دقائق في الشوط الثاني، لا زال العمل مستمر ولا زال مستمر. تاباتا، وهذه خطيرة للري، جول جول. نعم يعود الريان، يعود الريان عن طريق سوريا، سيباستيان سوريا يعيد الريان للمباراة، ويعيد الريان لدوري أبطال آسيا، والأمة الريانية تحتفل. نعم الرهيب يعود في لحظات فيها إصرار واضح. شوف تاباتا اللي تقدم في الكرة الماضية، وبعد ذلك سوريا سدد الكرة الماضية، مرت من عبد الله المعيوف، ما كانت قوية ولكنها مرت من المعيوف ووصلت إلى الشباك، وبالتالي يتعادل الريان عن طريق سوريا. وهنا الأمة الريانية كلها في المدرجات. سعيد محمد علاء الدين الحاضر في مباراة اليوم بتألق كذلك، ولا زال السيد ميشيل لودروب بالمناسبة، يعني حتى الآن لم يدخل سيرجيو غارسيا في هذه المباراة حتى هذه اللحظة، لا زال مقتنع بكل الحضور. وهذه محاولة جميلة، الله هو تاباتا يأتي بهدف، ولا أجمل، ما في أجمل من هكذا هدف، ما في أروع من هكذا هدف في غاية الروعة يسجله الرائع تاباتا. نعم شوف الأمور تغيرت. الشوط الأول هلالي بهدف، شوط ثاني رياني. الله كرة في مقتل، لا تصاد ولا ترد، هذه أصعب الكرات، هذه الكرات القاتلة. نعم تاباتا يتقدم الآن الريان بهدف ثاني، وتكون الأمور الآن الريان متقدم على نادي الهلال بهدفين لهدف واحد. يا من إثارة عند دقيقة 60 فقط، الدقيقة 60 الشوط الثاني، لا شك في ذلك، من هدف ثالث للريان. كرة من نواف العابد تصل لعبد الله الزوري، مرتدة الآن لفريق نادي الريان، تعود مرة أخرى من جانب جحفري، وصلت الآن في الجهة الأخرى لفريق نادي الهلال عالية وللأمام. هذه خطيرة، الله يا هلال.
يعود الهلال في لقطة في غاية الروعة. يعود الهلال عن طريق عمر خريبين. عمر خريبين كان ممكن نقول 3-1 للريان، لكن الآن شوف ميليسي، المتابعة جاءت من عمر خريبين الذي تلاعب هكذا. هذه الأولى أنقذها باري، الثانية بعد ذلك عمر خريبين. يا له من صفقة، ويا له من لاعب يأتي في التوقيت المناسب ويبدع ويتألق بقميص الزعيم السعودي. نعم، يعود الهلال، وبالتالي تعود المباراة الآن الهلال، والتعادل الحاضر حتى الآن بهدفين. هذا إدواردو تقدم الآن وأرسل كرة بعد ذلك للبديل. سالم الدوسري جاء بكرة لنواف العابد، واحد من رجال الهلال المتألقين في مباراة هذا المساء. هذه كرة كانت ولا زالت خطيرة. الله هدف هلالي ثالث، وأمسية هذا اللاعب ميليسي وليس ميسي يسجل الهدف الثالث بعد عمل كبير. بالمناسبة عمل كبير، ما في سرعة إطلاقا. شوف نواف العابد، سالم الدوسري، عمر الخريبين، وبعد ذلك الكرة في المكان السهل لميليسي على طريقة ميسي، يأتي بالهدف الثالث الآن، والهلال يتقدم بثلاثية في مباراة ما ودك تخلص، مباراة ما ودك تنتهي إطلاقا. الفرحة هلالية، قبل ذلك كانت الفرحة ريانية. يا لها من تحولات، ويا لها من تبدلات، ويا لها من مباراة عزيز المشاهد بين شد وجذب، بين أن تكون هلالية في البداية الأولى، بين عودة ريانية للرهيب بالفعل، وبعد ذلك يعود الهلال، يتعادل الهلال ويعود الهلال بعد ذلك بهدف ثالث الآن. ولدينا محاولة للهلال قائمة للأمام، الكرة تبعد من جانب الأرقام. هذه محاولة قائمة الآن، شوط ثاني من المباراة، دقائق 8 أخيرة. الريان يرمي بكل أوراق الآن للأمام. دانيال جوما يأتي بكرة الآن إلى رودريغو تاباتا، ريانية، سيرجيو غارسيا يسدد، جول. هو البديل، تأخر البديل ودخل سيرجيو غارسيا وجاء بالإضافة. كل الريانية كانوا يطالبون بإشراك سيرجيو غارسيا، دخل أخيرا وسجل. نحن نثق بك، نحن نثق بك. نعم، اللافتة الموجودة من الأمة الريانية. 3-3. هذه مباراة للتاريخ، هذه مباراة تسجل في قائمة الأجمل، الأحلى، الأمثل في دوري أبطال آسيا. يا لها من مباراة عزيز المشاهد، يا لها من مباراة، ويا لها من تحولات، ويا لها من ما بين تقدم هلالي وعودة ريانية، وتقدم هلالي وعودة ريانية، وكرة للأمام الآن، والكرة طالت، والكرة الآن إلى ضرب ركنية. نعم، مباراة تعب. هذه مباراة تخليك تنزل 5 كيلو بعدها نهايتها، تنزل من وزنك 5 كيلو. إذا كنت هلالي تنزل 5 كيلو، وإذا كنت رياني تنزل ربما نفس المقدار وربما أكثر من ذلك. مباراة في غاية الصعوبة. عبد الله الحافظ الآن، والهلال يتمنى أن يحتفظ الآن بشباكه طبعا، والكرة عالية وللأمام، كرة من ضربة ركنية خطيرة، جول. هدف هلالي رابع. الهلال يتقدم برباعية، الهلال يضرب
يضرب برباعية، وخريبين يسجل ثنائية. وفي انذار هنا وهناك، في انذار على العابد وفي انذار كذلك يبدو على رودريغو تاباتا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ لكن اللي حدث ان الهلال سجل والهلال تقدم. ويا لها من مباراة، هذه الكرة من ضربة ركنية لعبت هكذا، ما في تسلل اطلاقا لان التغطية موجودة من اوتافيو ناثان البرازيلي. نعم كان مغطي، وبالتالي خريبين ما كان في حالة تسلل. عينك على ناثان كان مغطي، نعم، وبالتالي لا وجود للتسلل. وخريبين يعرف من أين تؤكل الكتف، نعم، يعرف وين يوقف ويعرف متى يسجل ومتى يستخدم القدم ومتى هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم الذي كرة القدم السعودية ربما لن تنجب مثله خلقا وفنا.